ان في حاجات غير طبيعيه حصلت في البطوله الكحيانه اللي هي لا تذكر في بطولات فرق لسه طالعه، زي ما حصل معاك من فرق لا تفقه شيء عن البطولات واقصى طموحها اللي هي شاركت في الكونفدراليه السنه دي، فرقه ستول بولش دي، اللي انا كل مره اقول ده مش فريق كوره، ده كان مطعم وصاحبه اشتراه في 2016، وهو فعلا الفريق ده معمول في 2016، ولو سرشت عليه في جوجل مش هتلاقي له بطوله واحده في جنوب افريقيا واخدها من ساعه ما اتعمل، زي بيراميدز بالظبط هنا واخد كاس جنوب افريقيا فقط، واول لما شارك في الكونفدراليه طلعك من الدور ربع النهائي في وسط جمهورك وجاب فيك جون، يعني كسبك. يا اللي انت بتتريق عليا انا، يا اللي انا باخد بطولات اللي انا بشارك فيها كل سنه، واما جيت وقعت في موسم بسبب غباء مدرب وهو اللي شمتكم فينا، وهو اللي عمل لكم قيمه وعمل للفرق الوضيعه اللي زيكم وزي غيركم قيمه، وضيع شخصيه النادي الاهلي. وده خلاص احنا قلنا فرصه سعيده انت شطبت، مش معنى ان انت جبت 11 بطوله تبقى تخسرنا 11 قصادهم، لا. احنا النادي الاهلي يا حبيب قلبي بعد ما تمشي هتشوف النادي الاهلي هيعمل ايه في القاره، ويعمل ايه في شويه البؤساء اللي لسه طالعين، اللي هم لما بياخدوا بطوله يقول لك اللاعب ب 20، ولما يخسروا يقول لك اللاعب بجنيه ونص، اصل رخصوه في